نرفعه بقى على النار وما نقلبش لحد ما نحس كده ان بلح الشام بدأ يتماسك وهيبدأ ياخد لون. نقلبه بقى عشان ياخد لون كده من كل الجوانب. اول بقى ما يوصل للون الذهبي ده نطلعه على الشربات على طول، وهنقلبه مع الشربات، نسيبه في الشربات 5 دقايق. عايزه اقول لكم بجد قرمشته رهيبه، و3 كوبايات من الدقيق هتعمل معاكم كميه حلوه. ده كده كانت اول طاسه خلصتها، وضفت تاني بلح الشام مقرمش وبجد حلو جدا. اهم حاجه واحنا بنعمل بلح الشام، خلاص كده احنا خلصنا اول طاسه، بنسيب برضو الزيت يبرد تاني خالص قبل ما نضيف فيه بلح الشام تاني. لون وطعم وقرمشه بجد خطير، ومفيش اسهل من كده.